ست فريق، ما هو موقفك من تلميح إسرائيل لدخول سيناء؟ يؤلمني، وبالذات أنا بخبرتي وحياتي الطويلة هذا الموضوع يعني يوجعني ويؤلمني ألم فظيع. ولعلنا لعل يكون هذا التلميح يعني لعلنا نظبط من شأن نفسنا حتى لا يتكرر مثل هذا التلميح. مرة نزار قباني قال كلمة جميلة جدا عايز أقولها لحضرتك. كان ساعتها اليهود أعدائنا. كان ساعتها اليهود أعدائنا، عشان ما يصحش دلوقتي يقول أعدائنا بحال من الأحوال وإحنا في اتفاقية. كان ساعتها، فنزار قباني قال إيه ساعتها؟ قال: ما دخل اليهود من حدودنا وإنما كالنمل تسللوا من عيوبنا. نعم. لعلنا نظبط نفسنا، مش هيحصل مثل هذا التهديد. لكن المشير قال إن أي حد هيخش هنكسر قدمه. هل هتكسر قدمه أنت برضه؟ دي عايز كلام. ده احنا موجودين عشان كده. نعم. نعم. ده احنا موجودين على أرض مصر عشان كده. إزاي؟ سيادة الفريق، إذا فزت كيف ستكون علاقتك